من حضرتك ايه برنامجك الانتخابي؟ حضرتك انا الاول انا احمد عصام شحتوت. انا مقرر اسره الكلمه كلمتنا كليه فنون، وانا عضو مؤسس في حزب مصر القويه وعضو في حركه طلاب مصر القويه. انا نازل على اللجنه الثقافيه والسياسيه لعده اسباب. لجنه سياسيه لاني طبعا بنتمي لحزب وبنتمي لكيان وبنتمي لافكار سياسيه، بس انا اخد بعض الكورسات اللي بتاهلني ان انا امسك سياسه بعيدا عن انتمائي لكيان معين او لفصيل معين. انا اخد كورسات تنميه الوعي السياسي وكورسات تسويق سياسي. اما بالنسبه للثقافيه فانا الحمد لله اخد دوره اعداد قاده واخد دوره تنميه بشريه. اما عن برنامجي الانتخابي فان شاء الله انا بسعى لعمل مجله طلابيه بتضم كل اراء الطلبه بمختلف الكيانات بمختلف السياسات، بحيث ان الطالب يقدر يعبر عن رايه بدون اي قيود. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا ان شاء الله في برنامجي ان انا اعمل ندوات شخصيات عامه امثال دكتور عمرو حمزاوي، امثال دكتور مصطفى النجار، زي وائل غنيم، وكل الناس ديت احنا اخدين منها موافقه قبل ما اتكلم عن برنامج وقبل ما اذكر اسمائها. دي بالنسبه للندوات. تاني حاجه في كورسات تنميه بشريه، في كورسات اعداد قاده احنا اخدين الحمد لله من سنتر ان احنا نعملها جوه الكليه مجاني. احنا خدمتنا كحركه طلاب مصر القويه ان انا اعمل طالب قوي حياه طلابيه فعاله من اجل مصر القويه. طب ايه رايك في الاتحاد اللي فات؟ الاتحاد اللي فات هو كان مسيطر من وجهه نظري ان هو كان مسيطر عليه كيان معين ده كان بيرفض الاتجاهات الاخرى، وده سبب حدوث بعض المشاكل ادى لاستقاله بعض اعضاء الاتحاد، وبناء عن ذلك ان كان الاتحاد بس شغال فيه 11 واحد. وايه رايك في اللائحه الجديده؟ اللائحه الجديده انا شايف احنا اصلا فكرنا ان احنا نقاطع الانتخابات بسبب اللائحه الجديده لان فيها قصور شديده، بس احنا فضلنا ان احنا ننزل عليها الانتخابات لان عايزين بعد كده نعدلها لان في تحفظات شديده عليها. اعرف من حضرتك ايه البرنامج الانتخابي؟ هو انا مرشح ان شاء الله للجنه فنيه. البرنامج الانتخابي زي برنامج بس فيه خطوات بسيطه عشان نعوض اللي حصل قبل كده ان الاتحاد ما كانش بيشتغل ما كناش بنشوفه وكده. فان شاء الله ان الناويين ان شاء الله بنسعى ان احنا نعمل مسابقات مثلا بين الطلبه، مسابقات فنيه هتنمي اللي جواهم وده هيقويهم بعد كده في شغلهم بتاع الكليه مش بره بس. ايه رايك في الاتحاد اللي فات وناوي ايه يتغير فيه؟ والله انا ما اعرفش الاتحاد اللي فات عشان اقول رايي فيه. ما شفتوش، كنت بشوفهم كده بس 2 ولا 3 بشوفهم شكلا كده، لكن ما سمعتهمش بيتكلموا يعني مع احترامي ليهم طبعا، لكن يعني ربنا يسهل ان شاء الله الحال يبقى احسن. شكرا. اعرف من حضرتك ايه البرنامج الانتخابي بتاعك؟ هو السلام عليكم، انا رامي يسري مرشح سنه ثالثه على لجنه اسر ورحلات. ان شاء الله السنه دي احنا ناويين يعني نعمل توسع لحد الناس في لجنه الرحلات، نعمل الاسر وبرضه في الرحلات اول سنه في ضمن الاسر. بالنسبه للاسر احنا من سنتين انا كنت مرشح امين مساعد لجنه الاسر في 2011. كانت اللجنه عباره عن اسرتين، يعني كليه فنون جميله ما فيهاش غير 3 اسر بس. حاولنا نشتغل على الموضوع ده ونعمل دعايه كافيه للاسر وللجنه عموما لحد ما وصل في سنه 2012 ان الاسر وصلوا لعددهم من 3 ل 8 اسر. السنه اللي فاتت الحمد لله كسبت برضه اتحاد طلبه وكنت امين لجنه اسر. استمرينا في دعمنا للاسر ودعايه كافيه للجنه عموما لحد ما وصل عدد الاسر ل 12 اسره. الحمد لله يعني السنه دي في 2013 عدد الاسر المسجله عندنا في كليه فنون جميله 13 اسره. فهو في خلال سنتين قدرنا يعني نزيد عدد الاسر 3 أو 4 اضعاف. بالبرنامج بتاع السنه دي ان شاء الله ان احنا ناويين برضه نكمل دعمنا للاسر. السنه دي في اسر تابعه لاحزاب سياسيه موجوده عندنا، هنحاول ندعمها بحيث كل اسره تقدر تعبر على فكرها مهما كان مختلف تقدر تعبر عن الفكر بتاعها. نفسنا السنه دي ان شاء الله يعني لحد ما المنافسه تبقى منافسه محترمه تعبر عن كليه فنون جميله، عن الاطار اللي احنا عايزين نشتغل فيه. نفسي ان احنا الاسر يبقى ليها تواجد في كافه الاقسام. احنا عندنا كليه فنون جميله 4 اماكن مختلفه، فاحنا نفسنا ان احنا الكليه عندنا السنه دي يعني مهما كان القسم الناس كلها تقدر توصل، يعني الاسر كلها تقدر توصل فيه. نفسي برضه ندعم الاسر من ناحيه كمان الناحيه الماديه، لان الناحيه الماديه في اسر كتير بتعاني في الجانب ده، فنفسي ان احنا نقدر ندعمهم. اللائحه الجديده ان شاء الله ممكن تساعدنا كتير في موضوع زي ده. بس نفسي برضه يبقى في تعاون بين الاسر وبعضها، في اراء منافسه في حاجات زي كده كتير، بس نفسي برضه يبقى في انشطه كبيره ومجمعه للاسر بحيث كل اسره تقدر تنمي من نفسها بشكل كبير. نفسي طبعا التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني عموما، كل اسره تقدر تتواصل مع المراكز الثقافيه ومع دور
الجهود الفنيه كلها في اسكندريه زي مراكز كتير، مركز الحريه بتاع اصول الثقافه طبعا، يقدروا يتواصلوا معاهم بحيث ان الاسر تبقى ليها انتشار حتى جوه الكليه، نقدر ننقل ثقافتنا لبره اصول الثقافه ونستمد برضه الثقافه يعني المجتمع، نقدر نفيد مجتمعنا برضه مش كليتنا بس. ده بالنسبه للاسر. بالنسبه للرحلات نقطه الرحلات ان احنا يعني تلاقي دايما في 3 4 رحلات كده معتادين اللي بيطلعوا كل سنه، فاحنا نفسي نبدا ندور على يعني على اماكن جديده. مصر فعلا مليانه واحنا عندنا مشكله في السياحه، فاحنا لو قدرنا ان احنا نبحث عن اماكن جديده ونحاول نوعي الطلبه عن اماكن جديده، ده هنقدر ندعمهم بشكل كبير بحيث ان احنا نقدر نعمل تنشيط في السياحه، لان السياحه انت عارفه في الفتره السنتين اللي فاتت ما كانتش نشطه بالقدر الكافي يعني. حاجه ثانيه نفسي ان احنا نثقف الطلبه عن الاماكن التاريخيه في بلدنا والاماكن الثقافيه، بحيث ان هم يعني فعلا احنا مشكلتنا ان احنا بنبقى عايشين في مصر بس في دايره ضعيفه جدا، ما بنقدرش نعرف بلدنا كلها عموما الاماكن اللي فيها. حتى في محافظتنا في اسكندريه في اماكن كتير محدش يعرف عنها حاجه، فاحنا نفسنا ان احنا نوعي الطالب هنا، لان حتى عايز اقول لك الاماكن السياحيه والتاريخيه مرتبطه ارتباط لطيف جدا بكليه فنون جميله، فاهماني؟ لان انت حتى انت عشان تقدر تعبر تعمل لوحات فنيه تقدر تعبر عن البيئه المحيطه بيك، احنا الطالب فعلا ان هو يقدر يعبر عن البيئه عن الحضاره بتاعتنا بشكل كافي، فطبعا ده هيتطلب زياره لاماكن تاريخيه كتير ومناسبات كتير. نفسي نعمل حملات توعيه بالاماكن الثقافيه، نساعد على تنشيط السياحه في بلدنا، حاجات زي كده كتير نفسي ان شاء الله نحققها في بلدنا. الاتحاد اللي فات كان عندي مقترحات كبيره عليه، كان في اراء يعني كان غالب عليه تيار معين، هو يعني الى حد ما الصراعات السياسيه اللي بتبقى بره ما بتنعكسش عندنا قوي في الكليه، بس هو المشكله في ان انا مش بتكلم من الناحيه السياسيه، انا بتكلم من الناحيه الثقافيه، فرد الثقافه هم يعني انت تيار معين ليه ثقافه معينه، هو بيحاول ان هو دي ثقافته دي بيئته بيحاول يفرضها عليك، تمام؟ احنا يعني ده سبب خلل في بعض اللجان، احنا بنحاول السنه دي الموضوع يبقى مختلف، يبقى في تكافؤ ويبقى في توازن في كله يقدر يعبر عن افكاره بشكل كافي. بس ده كان سبب ان في بعض اللجان كانت شغاله السنه اللي فاتت. السنه دي نفسي فعلا ان الاتحاد يبقى مختلف، نفسي نقدر نعبر عن افكارنا، نفسي بجد ان احنا نقدر نوصل ان احنا نبقى صوت الطالب بجد، نفسي الطالب يحس ان الاتحاد ده مش مجرد ديكور موجود في الكليه، يعني هو الاتحاد مش انشطه وبس، الاتحاد داخل كمان في ان هو يقدر يفهم الكفاءه الفرد بالنسبه للكليه، يقدر كمان ان هو حتى وانت خريج ممكن يساعدك ان انت تلاقي شغل لنفسك، فاهماني؟ يقدر يسوق للطلبه اللي عنده بشكل كافي، يقدر يعمل تعاونات مع كليات ثانيه، يقدر يعمل تعاونات مع كليات بره، يقدر يعمل حاجات كتير تفيد الطلبه، فهو ده اللي احنا نفسنا يحصل السنه الجايه ان شاء الله بشكل كبير. شكرا. الرحيم انا طالب سعيد خالد سعيد، رابعه عماره، مرشح اللجنه الرياضيه. دي كل حاجه عني. انا انجزت السنه اللي فاتت او السيره الذاتيه ان انا امين لجنه رياضيه الاتحاد السابق، ان شاء الله الاتحاد اللي جاي. من الحاجات اللي انا عن نفسي مثلا انا منتخب جامعه سباحه 4 سنين، ومنتخب جامعه العاب قوه 4 سنين، والسنه دي منتخب جامعه كوره، وسافرت مع المنتخب بطولات كتير قوي، يعني منها الاقصر ومنها الاقصر ومنها القاهره وبورسعيد، ده كده في حدود الجامعه. قبل ما اخش الجامعه كنت في منتخب العاب القوه، ودخلت قبل كده بطولات كتير خماسي، منها ثالث جمهوريه خماسي، وكنت منتخب اسكندريه، ونزلت تصفيات قبل كده سفريه منتخب خماسي بس متأهلتش. الحاجات اللي انا عملتها واللي هعملها ان شاء الله ان انا بكرم الرياضيين على طول بمقابلات ماديه ومعنويه، يعني شهادات رياضيه، تكريم من العميد مادي بالنسبه للثلاثه الاوائل. نعمل دايما وقت تدريب الفريق الاول بالذات في الالعاب الجماعيه. بعمل يوم رياضي ان شاء الله للبنات، ويوم رياضي للولاد، ويوم ميكس. وهنعمل ان شاء الله يوم ماراثون جري اللي فيها الرياضه، واحنا بنحاول نهتم بالرياضه قوي بالذات ان كليتنا ما فيهاش ملعب، فبنحاول نعمل لهم ملعب في ديكور على قد ما نقدر، ولو ما عرفناش نعمل ملعب بنحجز لهم بره في استاد الجامعه على حساب برضه الاتحاد، وفي نفس الوقت بنحاول نحل المشكله بتاعت الملعب دي. بس شكرا. ايه البرنامج الانتخابي بتاعك؟ اول حاجه هنعملها اللي احنا هنعمل حاجات خيريه كتير في الكليه، مثلا نتفق مع اي مستشفى ونيجي نلم تبرعات دم او نمدهم باي مساعده ماليه، تمام؟ طبعا مش هننسى يوم اليتيم، هنزور اكتر من دار مناسبات، تمام؟ ودار الايتام كده لازم نزورهم على طول، تمام؟ هنجيب الناس اللي مش قادره تدفع المصاريف كل سنه، لازم برضو ندهم الفلوس عشان ما يقدروش هم يدفعوا، احنا ندفع لهم، تمام؟ يبقى نوفر لهم مشروع ادوات الطلبه وكده، نعمل مشروع ادواتك. ممكن نحاول ان احنا نلغي حكايه اللي بيحول من بلد لبلد يدفع فلوس او نخفف الفلوس دي شويه. هنعمل كل شهر يعني بشكل شهري اللي احنا نجتمع بكل رواد الدفعات ونحاول نحل المشاكل ما بينهم وبين الطلبه،
تمام. ايه تاني؟ طب ايه رايك في الاتحاد اللي فات؟ هو الاتحاد اللي فات كان هم بينتموا لتيار معين، تمام، بس في حاجات كتيره ما عملوهاش، او الكليه كلها مش نفس التيار بتاعهم، فاحنا عايزين اتحاد يكون فيه اكتر من تيار علشان نحاول ان احنا نندمج مع بعض يعني، ويبقى فيه اكتر من فكر وكده. تمام. طب ايه الحاجات اللي انت ما كنتش شايفها كويسه في الاتحاد اللي فات وناوي تغيرها؟ الحاجات اللي انا كنت شايفها مش كويسه برضه هي حكايه اللي هم بينتموا لتيار معين، اللي هو مثلا رحلاتهم كلها مثلا تبع التيار بتاعهم وكده. هو ده ان شاء الله نحاول ان احنا نغيره. شكرا. حضرتك ايه البرنامج الانتخابي بتاعك؟ والله انا لما في لجنه الاسر والرحلات كنت بدات اشتغل اصلا من خلال الاسره اللي انا فيها، اللي هي اسره الميدان، وشاركت في دوره تثقيفيه تدريبيه كانت في جامعه اسكندريه في رعايه الشباب. اكيد يعني استفدت كتير، وعرفت يعني استفدت كتير ازاي اعرف ادير اسره وازاي اعرف ادير كيان. تاني حاجه انا لما اتكلمت وقلت انا مرشحكم، يعني ما كانش قصدي ان انا مثلا نازل عشان خاطر اكسب وكده، لا، انا عارف ان انا نازل انتخابات، والانتخابات دي المفروض ان انت بتنزل وحد بينزل قدامك، وانت ممكن تكسب ممكن تخسر. لما شفت يعني اللي حصل في الاتحاد اللي فات، وان هو ما كانش مهتم بالانشطه وبالاسر، فانا قررت اغير. يعني انا عايز اغير. ممكن ما يبقاش من اول سنه، ممكن يبقى من ثاني سنه، من ثالث سنه، بس هو يعني انا هحاول ان انا اغير في الاتحاد وفي الاسر. تمام. وفي برنامج محطوط، بس البرنامج ده مش ليا لوحدي، البرنامج ده ليا وللمرشح احمد عبد الرازق. واحنا يعني لما شفنا ان في ناس اخواننا نازلين وهم اكيد طبعا مدعمين وموجودين، فاحنا قررنا ان احنا نعمل قائمه، والقائمه دي كان فيها ناس موجود فيها ناس من كل يعني من كل اجزاء الكليه، في ناس من ديكور، في ناس من فنون، من اعدادي فنون، وفي ناس من عماره. واخترنا رواد الجروب اولا، ولو مش هيبقى فيه رواد جروب مثلا هم اخوان او ليهم اي ميول سياسي او كده، فاحنا بناخد ناس ليهم شعبيه، ناس معروفين يعني، معروفين ناس كويسه ويقدروا يتحملوا مسؤوليه. ايه رايك في اللائحه الجديده؟ اللائحه الجديده والله انا شايفها مش بتختلف كتير يعني عن اللائحه القديمه، فيما عدا يعني انها بتلزم اعضاء الاتحاد ان هم يشاركوا في الاجتماعات بصفه دوريه يعني، ولو ما شاركوش هيتعرضوا ان هم يعني 3 اجتماعات متتاليه ممكن يتعرضوا للفصل الاتحادي في عمل الانتخابات. فانا شايف ان المشاركه في الاتحاد هتبقى اقوى من كده. وفي حاجه تانية كمان ان هو زادت ميزانيه الاتحاد، بس الميزانيه يعني مش بالصوره اللائقه يعني. وانا كان عندي يعني هي اللائحه القديمه كانت برضه بتتيح الفرصه للاتحاد ان هو يعمل انشطه ويعمل ندوات ويعمل حفلات، بس الكلام ده احنا ما كناش بنشوفه بنون. وحتى كمان هم لما كنا بنيجي نسالوهم الناس المسؤوله في الاتحاد انتوا ليه ما كنتوش بتعملوا كده، كانوا على طول بيوجهوا اللوم للمسؤولين وللعميد وكده، مع اننا في باقي الكليات كنا بنشوف حفلات وندوات بصفه دوريه وبيشارك فيها عدد كبير من الطلبه. تمام. واصلا يعني احنا اصلا لما جينا عملنا قائمه، احنا كان هدفنا ان ما يبقاش فيه اتحاد مسيطر عليه من كيان واحد، تيار واحد. واتحاد فنون معروف، يعني اتحاد فنون معروف ان هو اتحاد الطلبه بينتمي لجامعه الاخوان المسلمين. شكرا.